ازاي تخلي الشخص النرجسي ينهار ويستسلم في الاخر بطريقه ذكيه جدا. الكلام ده ينطبق على الراجل النرجسي والست النرجسيه. تابعوا الفيديو للنهايه علشان ده فيديو مهم جدا. بس قبل ما ابدا اعمل لايك وشير علشان الفيديو ده يوصل لكل الناس. انا اسيا عبد الرحمن ودي النضاره السوداء. يلا بينا. النرجسي مش بيخاف من مواجهتك ليه ولا من غضبك. الحاجة الوحيدة اللي بتخوفه فعلا ان ما يكونش ليكي رد فعل. النرجسي بيعيش على رد فعلك، لما بتخافي، لما بتتوتري، لما بتبرري، لما بتحاولي ترضيه. كل ما بيكون ليكي رد فعل كل ما بيزيد سيطرته عليكي. لكن لما تفهمي طريقته وتبطلي تشرحي وتبرري وتبطلي تتمسكي بيه وما تظهريش حبك الزيادة ليه، بيبدأ يرتبك لانك خرجتي بره سيطرته. في اللحظة دي هو هيحاول يرجعك بثلاث طرق. طيب ايه هي الثلاث طرق؟ يا يظهر اهتمامه وحنيته بشكل مفاجئ، او يخليكي تحسي بالذنب وانك اذيتيه، او يستفزك علشان تغلطي ويمسك عليكي غلط، مش علشان مشتاق ليكي، علشان فقد سيطرته عليكي. النرجسي بينهار لما بيحس انه بقى عادي، لما بيبقى كلامه مش بيهزك، نظراته مش بتأثر فيكي. بينهار لما يحس انك بقيتي مستقلة نفسيا، مش محتاجاه ولا خايفة على زعله ولا مستنية منه اعتراف بالغلط. النرجسي بيبقى قوي طول ما انتي متعلقة بيه، لكن اول ما تبعدي عنه قوته بتتبخر. النرجسي بيقع في اللحظة اللي بيكتشف فيها ان وجوده في حياتك بقى اختيار مش احتياج، وفي اللحظة دي مش هو اللي بيسيبك، انت اللي بتتحرري منه. وفي نهاية كلامي عايزة اقول لكم ان ورا كل نضارة سوداء في كلام كتير لسه ما اتقالش. انا اسعد عبد الرحمن ودي النضارة السوداء. سلام.